هتصدقوا لو قلتلكوا ان في طريقة تخليكوا تخزنوا الطماطم سنة كاملة من غير ما تحطوها في التلاجة بنفس شكلها وقوامها، طماطم كاملة من غير ما تتحول لصلصة ولا يتضاف ليها اي مواد حافظة، وفي خطوتين اتنين بس. اول حاجة هنحتاج طماطم تكون حمراء وحجمها متوسط. هبتدي اقطع الجزء اللي فوق في الطماطم بالشكل ده. هبتدي بقى ارصها على صينية، هدخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، بتاخد تقريبا من 20 ل 25 دقيقة. انا مش عايزة الطماطم تستوي، انا بس بسهل على نفسي طريقة التقشير من غير ما يكون في اي هدر للطماطم. اول ما تطلع من الفرن بشيل القشرة بكل سهولة كده، وبعد كده هستخدم برطمانات معقمة. هحط في كل برطمان نص معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة عصير ليمون. هنزل بقى عليها الطماطم وهزود من العصير اللي نزل من الطماطم في الصينية. هتأكد انه مفيش اي فراغات هوا كده. هقفل البرطمان وهقلبه لحد ما اخلص كل الكمية. في حلة عميقة هحط فوطة، هنزل عليها البرطمانات وهنزل عليهم مية مغلية، وهرفع الحلة دي على النار من 20 ل 25 دقيقة. الخطوة دي أساسية وهي اللي بتخليني أتأكد ان جوه البرطمان مفيش أي نوع من أنواع البكتيريا. هسيبهم يبردوا على المطبخ، بعد كده تقدروا تحطوهم في ضلفة مطبخ في مكان بعيد عن الحرارة لمدة سنة كاملة. وفي أي وقت محتاجين طماطم فريش هتفتحوا البرطمان، تضربوا الطماطم، ويكون عندكم أحلى عصير طماطم كأنكم لسه جايبين الطماطم من السوبر ماركت. بس كده.